في ناس من اول ما تبدأ الدراسة وحتى لو فاضل على الامتحانات شهور برضو تلاقيهم شايلين همها وخايفين منها، ويبدأ وحش التوتر يسيطر عليهم، وللأسف احيانا بيكون ده السبب في انهم ما يأدوش بأفضل شكل عندهم. انا واحد من الناس دول. لو انت كمان منهم فرجة عندها حل عملي وسريع لمشكلة التوتر والخوف من الامتحانات، تعالوا اقول لكم عليه. التوتر مش حاجة وحشة، بل على العكس ده المؤشر اللي بيأكد لك ان ضميرك الدراسي لسه صاحي، وانك عندك النية والرغبة في تحقيق درجات كويسة. عشان كده لازم تحدد بوضوح قدر التوتر المفيد ليك واللازم عشان يشجعك على المذاكرة، وتشكر ضميرك كل ما تتوتر، وتبقى عارف ان ده طبيعي ومفيش مشكلة فيه. المشكلة بتكون لما يزيد عن القدر ده ويكون سبب في لخبطة كتير ممكن تحصل لك، وده اللي هنقولك تتعامل معاه ازاي حالا. التوتر من اي حاجة بيكون احد اسبابها الرئيسية انها تجربة جديدة وملهاش اعادة. طيب ماذا لو كان ليها اعادة؟ جزء كبير من التوتر ده هيختفي بالتأكيد. ببساطة انت تقدر تتخلص من الخوف من الامتحانات لو في اخر كل اسبوع عملت لنفسك امتحان حقيقي بنفس تفاصيل امتحان اخر الترم. احسب لنفسك مدة الامتحان واقعد لوحدك حله وقيم نفسك بعدها. الهدف هنا مش انك تحل اسئلة، الهدف هو انك تحلها وانت تحت ضغط الوقت ومع كل ظروف الامتحان. لما يقرب الامتحان الحقيقي هتكون عديت على عشرات الامتحانات اللي زيه، ومش هيبقى ليه رهبة كبيرة زي ما كنت فاكر. ساعات كتير تيجي تسأل حد انت مذاكر ولا لا، يقولك مش عارف، وفي الغالب هتلاقيه متوتر هو كمان. عشان ما تبقاش انت الشخص ده لازم تحط لنفسك ليست بكل حاجة انت محتاج تذاكرها. ممكن جدا تزود عليها حاجات في اي وقت، بس المهم انك كل لما تذاكر حاجة اعمل جنبها علامة صح كبيرة، وما تترددش انك تحطها تاني في الليست لو احتجت تراجع عليها. لما يجي يوم الامتحان وتكتشف انك عامل علامة صح جنب كل الحاجات اللي موجودة، هتبقى واثق بنسبة 100% انك مذاكر، وتبقى جاهز ترد على اي حد يسألك اذا كنت مذاكر ولا لا. خلينا متفقين انك كشخص عنده امتحان ومتوتر مفيش داعي تزود التوتر ده ولو حتى شوية صغيرين. عشان كده خلي اوضتك ومكان مذاكرتك مرتبين وشكلهم كويس. كمان رتب افكارك وابعد عن اي حاجة ممكن تزعجك او ترفع لك الضغط في الفترة دي. لو فاكر ان الامتحانات حاجة مصيرية تبقى غلطان، ولو فاكر ان درجاتك هي اللي هتحدد مستقبلك برضو تبقى غلطان. لكن اللي فعلا هيحدد مستقبلك هو اجتهادك في اي حاجة سواء كانت الدراسة او حاجة غيرها. فيلا شيل الافكار دي من دماغك وتعامل مع الامتحان على قدر اهميته بالنسبة لك، مش اكتر ولا اقل. ونوعدك انك هتلاقي نجاح ومردود على قد المجهود اللي انت حطيته بالظبط. تحت الفيديو هتلاقي زرار احمر كده حلو، ده دوس عليه، وعلى الناحية التانية زرار اللايك ده برضو حلو دوس عليه. بس كده، متشكرين جدا، نشوفكم الفيديو الجاي.